برهوم معراوي يخرج عن صمته في حفلة السيلاوي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام اليوتيوبر برهوم معراوي بالخروج بمجموعة من الاستوريات كشف عن انزعاجه في حفلة السيلاوي، انه كانت في شخصيات مستفزة في الحفلة، وانه في كابلز كانوا عم يرقصوا قدامه وزعجوه بحركاتهم. امبارح بحفلة بكسام وسيلاوي ومسلم كان في كتير شخصيات ناس بالحفلة مستفزة. هلا مستفزة بطريقة وجودها وبطريقة انه يعني انت واقف فانت عم بتشوف هذا المنظر، عرفت كيف؟ يعني مثلا انا كنت واقف قدامي كان في واحد هو وصاحبته طول الوقت قاعدة عم تترقص قدامي انا كأنه انا اللي مصاحبها مش هو، تماما؟ وطول الوقت قاعد بيصورها وهي قاعدة بتترقص بطريقة كتير مستفزة كأنه هي مالها ليلي ومش بحفلة عادية، تمام؟ وما عم تحترم الناس الواقفين، ولا عم تحترم حالها، ولا شباب مش طبيعي. وكل شوي هو يصورها وينزل لتحت وهي تعمل له هيك ويحط لها كاميرا وايد وبورتري. تصورت شباب البوم وأضاف برهوم معراوي إنه البعض كانوا متشبتين بالحديدة اللي قدام وما تركوا غيرهم يقربوا، والجمهور بيتوقع إنه برهوم معراوي ما كان عم يحكي عن شلته اللي بتتكون من غيت مروان وسارة الورع وزياد وسارة ملص ونصوح ومرام. أترككم مع تصريحات برهوم ورأيكم بخصوص هذا الخبر. وفي هدول التانيين هلا ما بعرف إذا هذا الموضوع لازم يزعجني. يعني صار كذا موقف امبارح معي اللي هو لما يكونوا اثنين كابلز وانت لحالك واقف، تمام، واثنين كابلز جنبك. يا رب بس تحترموا يعني انه انتم بحفلة وليس بالبيت، تمام؟ يعني يا رب الاشياء والرومانسية ما تتفاقم لدرجة انه انا استحي طلع عليكم. تمام؟ يعني ما اطلع هيك بعدين اخجل. خلص خليكم بالرواق، ضمة شي عبطة على الخفيف. في النوع الثالث هذا مو بس مستفز، يعني هذا انا بيجي على بالي روح اقطع له هي اللي لابسه بايده، تمام؟ اللي هو الناس اللي بيضلوا متعربطين بالحديده تبع الستيج، عرفتوا كيف؟ يلي هن بيكونوا بالاول، تمام؟ هدول بيجوا قبل الشحاده وبنتها وبيصفوا بيوقفوا قدام.